ناس كتير بتسألني ازاي اخليه يدخل البيت من بابه من غير لعب ومن غير صحوبية. اللي انا عايزة اقوله ان ده مش مهمة بسيطة تتحل في سؤال وجواب، الموضوع كبير. فكرة ان واحد يقرر انه يقضي حياته معاكي انت وليس غيرك لبقية عمره، ده قرار صعب على اي راجل. افهمي الاول ان البنت الجواز بالنسبة لها حاجة محببة جدا وقرار محبوب وقريب الى النفس، ما عدا طبعا بعض الحالات. اما بالنسبة للرجل وخاصة بعد الظروف اللي احنا بقينا بنمر بيها، فالراجل بالنسبة له بيفكر بدل المرة 500 قبل ما يقرر انه يرتبط بواحدة ويفضل معاها طول العمر. دي اول حاجة انت محتاجة تعرفيها، ان المهمة مش سهلة. في نوعين من الرجالة، في راجل مش عايز يروح جواز الصالونات عشان عايز يعرف البنت اكتر وياخد باله من كل تفاصيلها ويحس ان هي مالية عينيه وبعدين ياخد الخطوة، لكن هو عايز يتجوز وعايز ياخد الخطوة وشايف ان في علامات حلوة في علاقته بيكي فمتفائل. في واحد تاني غير كده، في واحد تاني بيضحك عليكي وعلى نفسه وعلى اهله وعلي انا شخصيا وعلى كل الكوتشز اللي في الدنيا، وبيقول والله انا اما قربت منك حسيت اني انا مش قادر برضو لسه اخد القرار، او يطلع لك بتعليقة اصل انا عندي fear of commitment، او حاجات كتير قوي بقت سامجة وبقت ثقيلة دلوقتي في الحياة العاطفية اللي انت بتشوفيها. ده حاجة وده حاجة. ده ممكن لو اخد فرصة فعلا يلاقي نفسه معاكي، وده لو اديتيله سنين عمر كلها فرص عمره ما هيقول يلا على البيت. فانت رقم واحد محتاجة تعرفي الشخص اللي انت معاه ده ايه. طب هو انا هعرف ازاي؟ هعرف عن طريق استثماره في العلاقة. الشخص اللي فعلا هيجي منه هتقدمي خطوة هيقدم خطوة، اما هتحسسيه ان انت مهتمة هيفرح قوي باهتمامك. الشخص التجنبي او الشخص اللي بيحاول يلاقي شماعات، هتقربي خطوة هيبعد خطوة، هتقربي خطوتين هيجري منك وكأنك عدوة ليه. فأول ما تلاقي الطريقة دي كده في التعامل مع راجل تقفلي الباب، لأن ده شخص تجنبي هنبقى نتكلم عنه في فيديوهات تانية، لكن هو بيمرض من حوله، فبعيدي عنه خالص. أو ما يسمي نفسه أنا عندي fear of commitment، عنده مشكلة يروح يعالجها، مش انت اللي هتعالجي شخص تاني، هو اللي لازم يتعالج. يبقى دي أول حاجة محتاجة تعرفيها. تاني حاجة، طب أنا دلوقتي الشخص اللي معايا ده أنا عايزاه يتقدم لي من غير ما نتصاحب، يبقى انا محتاجه اصور له علاقتي بيه بعد الجواز بشكل يحببه في الجواز. محتاجه من غير اي ارتباط، من غير بحبك وبحبك، محتاجه ان انا اقول له ان الحياه والناس دلوقتي والطلاقات سببها عدم التفاهم. يعني انا الراجل اللي انا هتجوزه هبقى عايزه اتكلم معاه، هبقى عايزه اديله كل الحنيه اللي في الدنيا، عمري ما هظلمه، لازم دايما هساله، دايما ههتم بيه، دايما هخليه رقم واحد عندي، هبقى عايزه ادلعه. بره البيت هبقى اكتر ست في الدنيا محتشمة، وجوه البيت هبقى اكتر ست في الدنيا دلوع. بيعيلوا الفكرة. عارفة بالظبط بتوع السيلز لما يجوا يقعدوا معانا ويقولوا لنا والله انت هتشتري النهاردة مثلا وحدة في المكان الفلاني وبعد 10 سنين الوحدة دي هيبقى ثمنها 5 أضعاف، نفس فكرة البيع بالظبط. فانت هنا هتبيعي له الفكرة وهتلعبيها سيف او هتلعبيها بامان، بحيث انه لما يسمعك يبتدي يعرفك ويتقابل معاكي حتى كاصدقاء او تتقابلوا في المناسبات. لو انت مش عايزه ده كمان تبقي قدرتي تحطي بصمتك هو فعلا جد في الزواج. لو هو ايا كان اللي انت عملتيه رد فعله انه فضل مكانه، يبقى يا حبيبه قلبي هوبلس كيس، يبقى الراجل ده مش بتاعنا. يبقى نعمل ايه؟ المبدا اللي انا عايزاكم تتبنوه من دلوقتي وطالع نكس القادم اللي بعده. ما تضيعوش عمركم، ما تقعديش استك في علاقه بالسنه و6 شهور حتى. انت اولى لو بداتي من البدايه تلاحظي وتاخدي مواقف عندما يحين اخذ المواقف. ما تسوفيش عشان مش عايزه تبقي لوحدك او عشان خايفه يضيع ما تلاقيش غيره، هتلاقي غيره وانا باؤكد لك ذلك. وتابعيني، اتفرجوا على الفيديوز واكتبوا لي الكومنتس بتاعكم تحت.